بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك يا رب. دي كتاكيت. أولا نوع الكتاكيت دي ايه؟ نوعها قب. انا بحب اربي القب لان بتطلعي منه وبانيه ان شاء الله كده، بيبقى حلو جدا، بيبقى صدره ملحم. فنوعية القب دي كويسة، بس هي حساسة جدا 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 ومناعتها بتبقى ضعيفة. فلازم اللي يربي قب يكون حذر جدا جدا وياخد باله اولا من التهوية والتدفئة. الاتنين مع بعض لازم يكون في معادلة بينهم، ما يبقاش مكتمين ومسخنين عندهم وبس، لا لازم يكون في تهوية في المكان. يعني نحاول بقدر الامكان ان احنا نوازن الامور دي كويس. طبعا اللي مش عارف الحرارة عندهم هتبقى سخنة قوي ولا برد قوي، هنجيب ترمومتر، هو سعره مش غالي قوي، 45 جنيه، بيتحط في المكان كده، بتحطيه اول ما تلاقي درجة الحرارة عندهم من 32 ل 35 ده طبيعي. اكتر من كده طبعا بنقلل الحرارة. لو انتي حاطه لمض كتير بتقللي مثلا لغايه لما بتوصلي ل 32 35 33 34، كل ده كويس جدا. بعد كده او اقل من كده ده هيبقى مش كويس. فاللي مش عارف يوازن الامور من غير ترمومتر، فاحنا هنجيب ترمومتر ونحطه علشان نعرف ان كده الحرارة كويسة جدا. التهوية بقى يكون في شباك ما فتحوش قوي ولا اقفله قوي، بيبقى يا دوبك يغير لي المكان بس عشان التنفس معاهم يبقى كويس. دي اول حاجة في اللي انا بقوله. اول حاجة من البداية خالص، انا مثلا اول ما بحجز الكتاكيت وهيتصل بيا العيادة البيطرية ان الكتاكيت مثلا جاية بكرة، قبلها بيوم بجيب بقى طبعا المكان بجهزه. بصوا في حاجات كتيرة قوي للتربية، وحاجات كتيرة ظهرت، شبك وحاجات بتتحط وبطاريات خشب وبطاريات حديد وبطاريات بلاستيك، انواع كتيرة. بس بصراحة انا ربيت في الانواع دي كلها، بس احسن تربية هي تربية الارض. ليه؟ الكتكوت او الفرخ بيبقى واخد راحته وكده. فلو انا هربي في الارض، اول حاجة لازم اعملها بنظف المكان، بحط مطهرات، اي مطهرات بقى انتي حباها، كلور، ديتول، الكلام ده كله، المكان بيبقى نظيف. بجيب بقى بعديها كراتين بفرشها، وبعد الكراتين بحط مشمع بكسي بيه المكان كله، وبعد كده بحط كمية نشارة تكون كتيرة وغزيرة، لان النشارة اللي هحطها دي مش هشيلها لما تتبل، لا انا ممكن لو الاقي اماكن مبلولة هحط عليها نشارة. من الخطأ ان احنا نشيل النشارة والكتاكيت لسه مكملتش 10 ايام نحط نشارة جديدة، ده بيعمل دروب وممكن يعمل لي لا قدر الله اسهالات. اسهالات مش بتيجي من العلف او بتيجي من الكتكوت، من الام اللي هي مثلا هو جه فالام حامله فيروس فاتنقلت ليه، كمان ممكن تتنقل عن طريق الفرشه. دي من الحاجات الاساسيه جدا جدا. احط نشاره او تبن يعني بتاع 5 سنتي كده، اكتر يعني انا هنا كده هكتر كمان نشاره على الوضع اللي انتوا شايفينه. طبعا دي العلافه. في البدايه الاول بحط طبق تحضين بيبقى حاجه كده مفتوحه بحيث ان الكتكوت ياكل منها. دي انا حطاها النهارده اليوم يعتبر الرابع، فبدات احط العلافه دي. قبل كده بحط طبق تحضين بيبقى واسع، هوريه لكم دلوقتي. ده زي ما انتم شايفين، ده الطبق اللي المفروض بحضر وبحط لهم العلف بتاعهم عليه. اول يوم استقبلنا على عسل اسود، يعني اول يوم استقبلت على عسل اسود، حطيت معلقه على 2 لتر ميه. ده اول يوم جم فيه، هما جم كده على المغرب، حطيت معلقه عسل اسود على ال 2 لتر ميه بالليل. تاني يوم وتالت يوم ورابع يوم حطيت معلقه مضاد حيوي ممسوحه على 2 لتر ميه من عند البيطري، وانت بتستلمي بيديكي المضاد الحيوي وبيديكي الفيتامينات. ف3 ايام هنمشي معلقه مضاد حيوي 3 ايام، وبعد كده هبتدي معلقه فيتامين على 2 لتر ميه يوميا لمده برضو 3 ايام. هنريح يوم وهنبتدي بعد كده نعمل اعشاب.
عايزة كمان انوه لحاجة مهمة جدا، النظافة النظافة النظافة، اهم حاجة النظافة. لازم زي ما انتوا شايفين السقاية ديت يوميا لازم تتغسل كويس جدا، وبعد ما تتغسل بحط فيها معلقة خل وبعملها بيهم كده كمطهر ليهم علشان ما يضرهمش. زي ما انتوا شايفين السقاية نضيفة اهي زي الفل، المية اهي، الارضية نضيفة. النهاردة رابع يوم زي ما انتوا شايفين لازم تكون ناشفة ولازم تكون بالوضع ده. العلافة زي ما انتوا شايفين انا حطيت النهارده رابع يوم، حطيت لهم كده وصفة عشان هم واخدين مضاد حيوي في المية، فالنهارده كده عملت لهم وصفة جميلة جدا. جبت العلف كيلو علف كده وحطيت عليه معلقة بنجر مبشورة، بس مبشورة البنجراية مسلوقة عشان دول لسه صغيرين، لما يكبروا هنبشر البنجر عادي. بنجراية مسلوقة ورحت ماسكاها هرسها في الكبة وحطيت عليها نص معلقة كمون، وحطيت عليها معلقة سمسم، وحطيت عليها يعني ربع معلقة كركم كده وربع معلقة زعتر، وقلبتهم على بعض وحطيتهم لهم في العلافة زي ما انتوا شايفين. في حاجة كمان مهمة انا عملتها تاني يوم، يعني تاني يوم حطيت العلف، جبت طبعا عايزة ازود البروتين عندهم، فجبت بيض سلقته وخدت البيضة مسكتها فركتها في شوية علف وحطيتها لهم. جميل جدا لو مشينا كده مع العلف، حطينا 3 ايام ورا بعض بيض مسلوق. النهارده رابع يوم انا حطيت الخلطة دي وحطيت عليها معلقتين زبادي. الزبادي من الحاجات اللي جميلة جدا للكتاكيت في العمر ده، وعلى مدار الدورة كلها اذا كانت 40 او 45 يوم ان شاء الله هتابع معاكم، وهنزود بخلطات جميلة جدا جدا هتفيدكم قوي وتديكم وزن عالي، تديكم فرخ كويس. زي ما انتوا شايفين الكتكوت النهارده سعره 54 جنيه، غالي جدا طبعا، اسعار عالية قوي قوي قوي، فلازم ان احنا نهتم بيهم علشان خاطر لما بتحصل حاجة هتوجعنا وتضايقنا جدا جدا، لان سعره مش رخيص. حتى في العمر ده لو هقول ده كتكوت وما كلش علف وما كلفنيش، لا هو كلفني سعره، لان سعره 52 54. النهارده انا لما اشتريت كان ب52، لكن النهارده رابع يوم اهو، النهارده 16/1 عامل 54 سعر الكتكوت الابيض. طبعا عارفين ان دي دورة رمضان وفي طبعا اسعار بتعلى جدا جدا، بس صراحة اول مرة انا اجيبه بالسعر ده. اكتر حاجة جبتها كانت السنة اللي فاتت كان ب23 جنيه الكتكوت، بس زي ما انتم شايفين ظل الاسعار العالية، فهنعمل ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، دي عادة ربنا يا رب ما يقطع علينا عادة. احنا كل شهر رمضان قبل شهر رمضان نعمل دورة كده علشان تملي بيتك بركة وتبقى حاجتك موجودة عندك في بيتك، لان بجد بجد بقول بأمانة الفراخ البيضة اللي موجودة في السوق ما تشتريهاش خالص نهائي. الفراخ البيضة اللي موجودة في السوق مليانة بلاوي مش كويسة، حاولوا بقدر الامكان تبعدوا عنها بجد، لان هي الهرمونات اللي بتتاخد في الأجنحة دي مضرة قوي 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 لولادكم وليكم. كل الأمراض اللي بتظهر لنا الجديدة دي بسبب الحاجات اللي بتتحط للفراخ يعني البلاوي اللي بتتحط. فربي في بيتك واملي بيتك خير ورزق كده، ربنا هيبارك إن شاء الله. ودلوقتي التربية يعني انت ممكن في كرتونة تربي فيها وتوسعي الوقت للتاني، وهي كلها دورة لغاية 40 يوم وممكن تذبحي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واتمنى يكون فيه استفادة، وان شاء الله هعمل لكم فيديوهات تانية تعرفوا اسرار تربية الفراخ البيضاء.